الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا ازيك يا بيك دكتوره؟ اهلا بيكي، اتفضلي حبيبتي، انت على الهوا. حابه تقولي اسمك؟ اه، اسمي ياسمين. ياسمين، اتفضلي يا ياسمين، سامعاكي. انا بس عايزه اقول لك على حكايه كده. هي حكايه مؤلمه ومؤسفه شويه. مم. وانا عندي 37. 37 سنه. انا لسه بنت. مم. لسه بنت. انا كنت مخطوبه مم. واتجوزت. كتب كتابي بس ما دخلتش. مم. وبابايا الله يرحمه كان مجهزني وجايب لي جهاز حلو قوي. جايب لي جهاز جميل ومجهزني قبل ما يموت. كتب كتابي على اساس ان انا هخش خلاص زي اي بنت. الكلام دوت من 2018. من 2018، يعني من 6 سنين. امم اه. مم. وبعدين انا كنت بحب الشخص ده جدا يعني. مم. يعتبر احنا متربيين مع بعض. مم. و... وبعد ما يعني كتبنا، بابايا توفى. مم. وأجلنا الفرح. وأجلنا الفرح. هو يعني كنا ودينا العفش بتاعنا الشقة وخلاص، وكنت مأجرة شقة. ولما أجرت الشقة وديت فيها، بابايا توفى فأجلنا الفرح، قفلنا حاجة وبقينا بندفع إيجار عادي زي أي ناس مم. يعني، لغاية ما نبتدي إن إحنا نعمل تاني مرة تانية، يعني نعمل فرح تاني. تمام، ايه اللي حصل بقى؟ قال ان هو في الفترة دي اتعرف على واحدة. اتعرف على الواحدة واحده. دي كانت مم. اه الواحدة دي كانت متجوزة واتعرف عليها. مم. وأدمن المخدرات، بقى مدمن مخدرات. هي السبب؟ اه. هي السبب. مم. قبل ما ده يحصل، هو عمل حادثة وأنا وقفت جنبه جدا، بحكم إن أنا مراته مؤقتا يعني. مم. مم. وكل أهله تخلوا عنه. أنا اللي كنت واقفة جنبه، وماديا ونفسيا وكل حاجة. مم. وبعدين إما فاق الحمد لله وقام أخني مع الست دي. وبعدين يعني هو قام من الحادثه راح سليم؟ سرق حاجتي. قام من الحادثه اه. سليم؟ اه. 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 آه، راح سرق حاجتي كلها. من الشقة. سرق كل من الشقة كلها. ما هو ده سابش أي انت بتقولي متربيين مع بعض، يعني ده كان قريبكم؟ لا، مش قريبنا. زي جارنا كده. اه اه. احنا امم. سرق كل حاجتي كلها. امم. وبعدين عرفت ان هو اخد حاجة يعني، لان الشقة اللي انا كنت اخداها جنب حد يعني صاحبتي كده. اتصلت بيا، كنا جت فترة كورونا، وقالت لي حاجتك بتنزل وكده، انت هتعزلي؟ قلت لها لا والله مش هعزل، بس انا ما بطلعش عن كورونا والكلام ده. قالت لي لا، حاجتك بتنزل من البيت. امم. رحت لقيت ما فيش حاجة. سرق كل حاجة. نفسيا. نفسيا، ودخلت في اكتئاب، لان كان بابايا مع الحاجات ديت، مع كثرة فرحي، مع كل حاجة. امم. وجالي ورم في الصدر. امم. شلت الورم. وبعدين تعبت برضو نفسيا. ودخلت زي في نوبة كده. امم. والحمد لله اتعافيت منها، الحمد لله. وبعد نزلت اشتغلت، بس كنت رافضة الجواز تماما، رفضته تماما. في الفترة دي كان يعني انت كل اللي يعني بيتقدم لي وحاجتك لما اتنصب عليكي ما حاولتيش تعملي اي شيء؟ ما جبتيش الكاميرات إيه، وهو بينزل رفعت الحاجة؟ قايمة. رفعت القايمة، هو هرب. رفعت و... والقايمة جه عليها حكم، مع إن كان مستحيل لأني أنا ما دخلتش بيته. جه عليها حكم وهو هربان. اه، يعني هو مش هربان موجود. دلوقتي اه. وادمن المخدرات. إيه، اه. وأنا وسابني بقى في ديون كتير يعني. غير امم. الديون أنا سديت جزء ولسه جزء تاني. ودخلت في يعني في قصة طويلة ومعاناة. وبعدين أنا نزلت اشتغلت، ومع وقت الشغل الورم جالي فيه تاني.
مم. رحت رايحة عاملة عملية تاني. دلوقتي أنا لا قادرة أشتغل ولا قادرة أعمل أي انت حاجة. عملتي بتر جالي يعني في عريس. الثدي؟ لا لا، ما عملتش. اه. كان ورم واتشال. مم. وبعدين دلوقتي أنا جالي عريس وأنا عندي 37 سنة، ومش عارفة. مش مؤهلة لأن أنا أتجوز، والعمر بيجري. ما مم. عنديش غير مامتي وأخويا بس. طب ليه يا حبيبتي، وأخويا ليه رافضة المبدأ؟ يعني مش كل الناس الشخصية دي، مش كل الناس الشخصية اللي خانتك او غدرت بيكي. رفض المبدأ عشان أولا نفسيا مش مؤهلة، ماديا مفيش. آه، لاني انا حاليا في برضه آه، اقساط وديون وحاجات، لان انا كنت دخلت وعليا حاجات كتير قوي. جيت فترة الكيسة بتاعت العمليات وقعدت والكلام دوت. مم. ف وكمان انا يعني تعبانة تعبانة من الفكرة دي. وكمان انا زي اي بنت عايزة اتجوز وافرح واخلف، طبعا. دي أسرة. ولاني انا حاسه يعني بيبقى عندي جس كده ان انا اعيش حياتي كلها لوحدي. ياسمين، انت في القاهرة ولا ساكنة فين؟ لا، انا في اسماعيليه. في اسماعيلية. طيب، م- بصي يا ياسمين، تجربتك مؤلمة، م- مش هنكر ده، وصعبة، لكن ما ينفعش تستسلمي. ما ينفعش. لازم تاخدي بالأسباب. لعل وعسى ربنا يبدل حزنك لفرح، وبربنا يجعل لك العوض في الشخص اللي متقدم لك. البني آدم اللي عمل فيكي كده هو ربنا نجدك منه، لأنه كان هيتجوزك وبرضه كنت هتوصلي لنفس المصير. كان برضه هيهرب وهترفعي القايمة، بس كنت هتعيشي بقى معاه وهتشوفي أخلاقه عن قرب. يمكن الحمد لله ربنا نقذك انك تعيشي المأساة دي معاه، وانك تعيشي معاه في مكان واحد. ده بني آدم عديم الدين والضمير وكل شيء. عرف واحدة وربنا ابتلاه على فكرة، يعني ربنا جاب لك حقك. لو هو طمع في شوية عفش فخسر اللي وراه واللي قدامه، والأهم خسر صحته، ودي خسارة لا تعوض. دي خسارة لا تعوض. اللي يفقد عقله وصحته خلاص هو فقد كل شيء. فدي قصة لازم تقفليها. بتقولي أنا مش قادرة أتخطى اللي حصل، أكيد صعب، لكن لازم نتخطى. ربنا طلب مننا كده. ربنا ما قالش للعبد المؤمن يقفل ويسنكر كل أبواب الرضا. ربنا ما قالناش كده. ربنا قال افتحوا أبواب الرضا والأمل. ربنا قال لنا سنكروا أبواب الحزن، اقفلوها، ولا استحلينا الحزن. ما احنا لو استحلينا الحزن هيتسلط علينا ومش هيسيبنا. اللي بيرضى ويفضل قاعد طول عمره حزين، الحزن ما بيسيبوش، وأكنه بيقول لربنا خلاص أنا فقدت فيك الأمل. فربنا بيرد يقول له لو يا عبدي فقدت فيا الأمل خلاص، والله هتعيش في حزن، خليك في الحزن، والحزن يجيب حزن، الحزن يجيب حزن. لكن الفرح بيجيب فرح لما بنثق في الله، ولما بيبقى عندنا يقين في الله. القصة هنا مش في شوية الجهاز اللي انت عايزة تتجوزي بيهم والظروف مش سامحة، لأن بإذن الله ربنا هيعيننا. ولو انت عايزاني أقف معاكي مش هتأخر، سامعاني؟ اه، سامع لو حضرتك. عايزاني أقف معاكي مش هتأخر. أنا كل بس اللي هبقى محتاجاه كل الأوراق اللي تثبت صحة كلامك، وإن شاء الله مش هتخلى عنك. معايا كل الاوراق. خلاص مفيش اي مشكله، لكن اهم حاجه المبدا توافر. هننوي نغير حياتنا ونبدا من جديد. انت لسه عندك فرصه تتزوجي، وعندك فرصه تكوني ام، وباذن الله تكوني احلى ام كمان. وده نلحق نعمله جدا. انت 37 سنه، في ناس كتير جدا يا رب. اعرفها تزوجوا وخلفوا وبقى عندهم كل اللي نفسهم فيه. فلسه الفرصه متاحه. فلو مشكلتنا في يا رب الجهاز، يا دكتوره. ربنا مش هينساكي ولا هينسى حد، وهيعوضك خير. يا رب. اهم حاجه اعرفي الشخص اللي انت متقدم لك، ولو هو انسان محترم وهيتقي الله انا فيكي. استخرت ربنا الحمد لله، وربنا ونستخير قبل يعني كتب الكتاب على طول، اهم شيء، اهم ان شاء استخاره الله. قبل كتب الكتاب ان شاء مباشره. الله. تمام. يا رب يا استخيري دكتوره. ربنا وخافي وما تقلقيش وخدي بالك وانسي القديم، ويلا نبدا صفحه جديده مع الحياه ومع ربنا. ويا رب يا رب باذن الله يجعل لك يا رب. عوض في الشخص ده. وانا يا رب. هاخد بياناتك كلها هنعرفها عشان الاعداد. ابعت لنا كل ما يخصك، ابعت لنا بقى شهاده وفاه والدك، ابعت لنا قسيمه طلائق من الشخص القذر اللي عمل فيكي كده. كل شيء يعني احنا هنطلبه، ابعتيه عشان باذن الله باذن الله باذن الله نفرح بيكي احلى عروسه باذن الله تعالى. معايا مين تاني؟